السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نصايب مركز ديال الحامض اللي كنحتاجوه بزاف في رمضان، كيجي زوين بزاف. كنديروا به العصير. غنبداو الطريقه على بركه الله. اول حاجه انا عندي 3 كيلو ديال الحامض مع كيلو ديال السكر. هذه انا ناقصه شويه السكر. هو نورمالمون كل كيلو كيجي فيه نص كيلو ديال السنيده. الا بغيتوه يجيكم شويه حلو عادي، ما يجيش فيه ديك الحموضه، خصكم ديروا كيلو ونص تاع السكر. انا دايره غير كيلو، ما بغيتوش يجي حلو، يجي غير عادي. نبداو الطريقه على بركه الله. عندي الحامض انا راني غاسلاه مزيان، مرقداه في الخل وحكاه بالشيته مزيان. شفتوا كي كيولي نقي. اللي يقدر كل واحد شنو كيبغي، اللي بغى يحكو، اللي ما بغاش عنده غير هذه حتى هي كتجي مزيانه. كيفاش كتخرج لينا القشره بلا ما تبقاو تحكوا، هذه ساهله. بعد ما قشرته كامل بحال هكا غادي ناخذ قشور. ها هي غادي ندير فيها السكر، صافي. غادي نخليه يترقد، غنخلي هاد القشور يترقدوا في السكر. غادي ناخذ الحامض. راه هاد القشره البيضاء هي اللي كتكون مره، يعني خصني نحيدوها كامله. شوف نحاولوا حتى بقات هنا نحيدوها قشره كامله. صافي وغادي نقطعوه بحال هكا. ضروري نحيدو هاد العظم حتى هو راه مر. صافي غادي نكمل الحامض ديالي كله بحال هكا، نقشرو، نحيد ديك القشره البيضاء ونحيد هكا العظم، نكملو كامل. ها هو الحامض بعد ما نقيته كامل وحيدت ليه العظومه. ضروري العظومه كاملين يتحيدوا. هنا ها هما قشور الحامض، شفتوا كيطلقوا داك الماء ديالهم مع السكر. هانتوما كيفاش كيولي. دابا غادي نبدا نطحن.
دابا غادي غنطحن بلا ما بلا حتى شي حاجه. هانتوما راه ما فيهش حس الماء. انا غنطحن معكم واحد الطحنه باش تشوفوا راه ما كاينش الماء. كنبقى هكا نصفيه، ضروري خصكم تصفيوه. المهم كنبقى بحال هكا والطحنات كاملين كنطحن وكنصفي كنطحن وكنصفي. هانتوما كيف كتشوفوا ما كاينش حس الماء، شفتوا؟ انا غادي نطحن. هانتوما شفتوا ما كاين لا ما لا حتى شي حاجه، كيتطحن كيجي خاسر. حنا هكا غادي نصفيه وغادي نكمل كاع الكميه اللي باقا عندي. المركز ديال الحامض ديالنا وجد، خليته ليله كامله في الكونجيلاتور باش نوريكم كيفاش كيولي. راه مع السكر راه ما كيجمدش، شوفوا كيفاش كيولي، كتهزوه بحال هكا. تقدروا بحال هكا تبغيو ديروا العصير هكا غير 3 المعالق كبار. اللي كيبغي الحامض هكا مجهد يدير اطرو ديال الماء مع كاس ديال هاد مركز الحامض، واللي كيبغيهش قاصح بزاف تقدروا ديروا 4 ديال المعالق، تزيدوا عليهم البنان، التفاح، نتوما واللي يعجبكم. اهم حاجه اللي كتكون موجوده عندنا هو المركز ديال الحامض. ديروه في شي بواطات بحال هكا، بواطات يكونوا مزيانين ديال الكونجيلاتور. انا صفيته مزيان، داك ملي صفيتو هذاك اللي بقى ليا زدتو في الطحانه ودرت عليه اطرو ديال الماء. ما درت فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، ورجع المذاق ديالو منعش ورائع صراحه. المذاق ديالو زوين بزاف. بسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.